السلام عليكم. معكم مسافة. اليوم القصة الرابعة، قصة أصحاب الجنة، واللي غادي تكون عبارة على 15 ديال الحلقات. وأنا مأكد ملي غادي توصل لآخر حلقة غادي تكون عرفتي بزاف ديال الأشخاص اللي منهم هاد الشخصية اللي غادي نهضروا عليها اليوم. ودابا يلا نبداو. آدم عليه السلام كان عنده جوج ديال الأولاد، قابيل وهابيل. كانت السنة ديال آدم في الذرية ديالو باش يتكاثروا أنها تولد الزوجة ديالو في كل بطن ذكر وأنثى، وكيتزوج الذكر من الأنثى ديال البطن الآخر، والأنثى كتزوج من الذكر اللي خلق في البطن الآخر. مزيان، كنظن واضحة. وفي يوم من الأيام اختلفوا أولاد آدم عليه السلام على واحد الفتاة اللي هو قابيل. بغى يتزوج واحد الفتاة اللي ماشي من حقه، اللي من حق خاه هابيل. مشى لعندو قال له خصني نتزوج هاد الفتاة. قال له هابيل إنها ليست لك يا قابيل، إنها لي. هذا الحق عطاه الله عز وجل لي وماشي ليك. وهنا بداو المشاكل بين جوج ديال الخوت. مشاو عند آدم عليه السلام وشكاو له المشكل. قال لهم آدم عليه السلام الحل هو كل واحد فيكم يعطي قربان الله عز وجل، واللي تقبل الله سبحانه وتعالى القربان ديالو يتزوج هاد الفتاة. وهنا بدا كيعطيو القربان الله عز وجل. كان قابيل عنده زرع، كان كيزرع، وكانوا عنده سنابل، فقرب أرض سنبلة إلى ربه جل وعلا، يعني أقل واحدة. أما هابيل كان عنده شياه، غنم، وجاب أسمن الشياه وقربها الله سبحانه وتعالى. والطريقة ديال القربان كانوا كيحطوا القربان في رأس الجبل، واللي تقبل منه الله سبحانه وتعالى كتنزل النار من السماء كتحرقه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل الله سبحانه وتعالى من صاحب الشهوة اللي هو هابيل. وملي شاف قابيل هذا الأمر زاد الحسد ديالو والضيق في القلب ديالو. دابا ما بقاش حاجه وحده، ولاو جوج، ولا كيحسد الاخ ديالو حيت غادي يتزوج هذه الفتاه، ولا الله سبحانه وتعالى حيت تقبل القربان ديال هابيل وما تقبلش ديالو. توصل الحسد الى التهديد. ما هدوش غير هكذاك، هدوا بالقتل. يا هابيل ساقتلك. الله اكبر. ما عمرها ما وقعت هذه الجريمه في الارض. باقي حتى شي واحد ما قدر يقتل او لا غير يفكر يقتل الا قابيل. وصل به الحال انه يقتل خاه. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال له اللي بغيت تعمل تقبل الله سبحانه وتعالى مني حيت انا من اهل التقوى، وما تقبلش منك حيت انت ماشي من اهل التقوى. كل برودة. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف رب العالمين. إذا تجرأت وطولت علي يدك وبغيتي تقتلني أنا ما غادي ندير والو، وما غاديش نعترض، غير قتلني لأنك غادي تكون من أهل النار. أما أنا بإذن الله غادي تحمل الذنب ديالي كامل، وغادي تدي الإثم ديالي كامل، وغادي يغفر الله سبحانه وتعالى ليا في يوم القيامة. ودابا أنت اختار. وهادشي اللي قالو كامل ما بدلوش، بالعكس زاد الحسد في القلب ديال قابيل. ودازت الأيام وهو كيستنى الفرصة باش يقتل خاه. وفي يوم من الأيام استغل ديك الفرصة. هابيل تأخر، هو كارع الغنم. آدم عليه السلام كيستنى الابن ديالو رجع. ولدي باقي مرجع، ولدي تأخر، بحال اللي حاس بشي حاجة كاينة ولا غادي تكون. شنو السبب باش تعطل، وعلاش أصلا تعطل؟ وانا صارد موراه قابيل. قال يا بني مشي وشوف خاك علاش تعطل. وقابيل أصلا القلب ديالو عامر على خاه. هابيل ما بقاش كيحمل خاه، وبدا قابيل كيقلب على خاه من كل قلبه. يقدر يبان لك من البعيد هذا الحب كامل كيبغي خاه وباغي بالزربه يلقاه، ولكن لا، ما باغيش يضيع الفرصه اللي شحال هو كيستناها. كيقلب بين الجبال بين الصحراء، كيتبع الاثر ديالو الخلفات حتى لقاه. قرب عنده بشويه ولقى خاه مستلقي في الارض ناعس. قال هذه هي الفرصه، التهديد اللي بديتو دابا غادي ننفذو، الحلف اللي حلفتو فيه غادي نطبقو. دا الشيطان كيجري في الدم ديالو. اول جريمه في تاريخ البشريه غادي توقع فوق الارض، وماشي اي جريمه، جريمه قتل، واللي هي اعظم جريمه. وهنا قابيل كيقولوا هز واحد الصخره كبيره حيت باغي يقتل خاه وما عارفش، لان باقي حتى شي واحد ما قتل. هز صخره كبيره ورماها على خاه وجات بالضبط في راسو، كسر راسه وقتلو في لحظه واحده. قتل خاه في لحظه واحده والشيطان بعد منه. وهنا فاق، قتل خاه وجلس قدامه كيبكي. شنو غادي ندير؟ من غادي نبدا؟ شنو غادي ندير بهاد الجثه؟ وهنا الله سبحانه وتعالى صارد واحد الطير. وهنا قال الله سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري. غراب فتح الأرض بالرجل ديالو ودفن شي حاجة في التراب باش يوريه الله سبحانه وتعالى كيفاش يحفظ الجثة ديال أخيه. ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. أول واحد قتل هو قابيل ابن آدم عليه السلام. حتى هنا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة.